بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معانا محافظه رقم 5، محافظه القليوبيه. محافظه سهله وبسيطه مفيهاش افكار كتير. ركز كده وصلي على النبي وتعالى نبدا باول سؤال. يقول لك الاضلاع او الاطوال 6 سم و4 سم ونقط تصلح ان تكون اضلاع مثلث. طبعا انت واخد حاجه اسمها متباينه المثلث، اللي هي بتقدر تجيب من خلالها طول الضلع التالي. بتعمل فتره مفتوحه كده، بنطرحهم مره وبنجمعهم مره، فلما اطرحهم يطلع ب2 ولما اجمعهم يطلع ب10. يبقى احنا عاوزين رقم من 2 ل10. طبعا مين اللي موجود في الاختيارات ينفع؟ هو ال5. ال10 دي فترة مفتوحة فما تنفعش، ال12 دي بعد الفترة برضه ما تنفعش، ال2 فترة مفتوحة ما تنفعش، يبقى ال5. يقول لك مثلث مسوسقين الذي قياس إحدى زواياه 60 يكون له نقط. طبعا هو مثلث مسوسقين وفي زاوية ب60، كده المثلث اتحول بقى مثلث متساوي الأضلاع. فمثلث متساوي الأضلاع يبقى عدد المحاور 3. هو فعلا كان متساوي الساقين كان 1، بس في زاوية ب60 بقى مثلث متساوي الأضلاع. أ ب ج مثلث متساوي الساقين في زاوية أ، عاوز أجيب زاوية ب فأقول له 180 ناقص 100 على 2 تطلع فيها 40. نقطة التقاطع والمتوسطات تقسم بنسبة 5 إلى كام من جهة القاعدة؟ طبعا احنا محفظها لك في الفيديوهات اللي فاتت إن من جهة القاعدة يبقى الرقم الصغير دي 5، يبقى اللي فوق 10، يبقى 5 إلى 10. من جهة القاعدة يبقى الرقم الصغير الأول. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة ونقطة 360 درجة. ماشي، ده بالنسبة للاختر. تعالى نشوف أكمل. ماشي، أول سؤال: محور تماثل القطع المستقيمة والمستقيم نقط من منتصفها العمودي عليها من منتصفها. احفظ التعريف ده عشان مهم، احفظه زي ما هو كده. محور تماثل القطع المستقيمة والمستقيم العمودي عليها من منتصفها. أ ب ج في زاوية ب ب70 وقياس زاوية ج ب30. طبعا أنا أقدر أجيب زاوية أ فأقول 180 ناقص 70 و30، 70 و30 100، يبقى 180 ناقص 100 يطلع ب100. كده زاوية أ هي أكبر زاوية. طب عشان دي 70 ودي 30، زاوية أ طلعت ب100 لوحدها، مش ب180. 180 ناقص 100 تطلع 80. المهم برضه هي زاوية أ هي أكبر زاوية، فالضلع اللي قدامها هو البهجي. ماشي، السؤال اللي بعده: منصف زاوية الرأس في المثلث مساوي الساقين ينصف القاعدة وعمودي على القاعدة. ينصف القاعدة وعمودي على القاعدة. زاوية أ ب100 أكبر من، أو زاوية أ أكبر من زاوية ب، فإن مكملة أ هتبقى أصغر. طبعا عشان تفهم السؤال ده كويس حط الألف دي بأي أرقام. طبعا زاوية أ ب70 مثلا أكبر من زاوية ب وليكن 60، مكملة أ فبطرح من 180، ف180 ناقص 70 تطلع 110. أما مكملة ب فأقول 180 ناقص 60 تطلع 120. فهتاخد بالك إن مكملة ب بتبقى أكبر، يبقى فعلا أكبر. تعال نشوف المسائل يلا. السؤال ده مهم ومشهور جدا وفي ناس بتتلخبط فيه. هنا بيقول لك اثبت إن زاوية ب أكبر من زاوية د. طبعا المثلث ده مثلث مساوي الساقين، أ ب بيساوي أ ج، إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. حلو يا مستر. طب كده زاوية ب بتساوي زاوية ج. طب الجيم دي هي زاوية خارجة، قياس زاوية ج دي خارجة عن المثلث أ ج د، وبدل خارجة عن المثلث فأقدر أقول إن زاوية ج أكبر من زاوية د. ليه يا مستر؟ عشان أنا حافظ إن الزاوية الخارجة أكبر من الزاوية الداخلة، أو هي حافظ إن الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. يعني كده أقدر أقول إن زاوية ج لازم غصب عنك تكون أكبر من زاوية د. حلو. طب ما هي الب زي الج، يبقى كده قلت الجيم دي أكبر من الد. حط بالعلامة الزرقاء دي كده. طب ما هي الب زي الج، يبقى كده هي كمان الب أكبر من الد. إذا قياس زاوية ب أكبر من قياس زاوية د، برضه عشان احنا خلاص عرفنا اهو الجيم زاوية خارجة عن المثلث فالزاوية الخارجة أكبر من الزاوية الداخلة اللي جوه. طب ما الب زي الجيم يبقى الب كمان أكبر من الزاوية الخارجة اللي هي إيه؟ أو أكبر من زاوية د يعني. ماشي، السؤال اللي بعده طبعا مشهور واتحل كتير. عاوز أجيب محيط المثلث م ب ج.
فأقول له خلاص بما أن س منتصف الألف ب وصاد منتصف الألف ج، وعندك س ج ده متوسط وب صاد برضه متوسط، والميم هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث. خلاص هات الأطوال بتاعتك يلا. عندك الميم صاد ب3 يبقى الب م تاخد ضعف الميم صاد، تاخد 6 سنتي، لأن الميم صاد دي ب3 يبقى دي ب6. السين صاد ب5 سنتي يبقى الب ج ضعف السين صاد، يعني تاخد قدها مرتين يبقى 10 سنتي، دي ب5 يبقى دي ب10. استنى اهو، يبقى دي 5 تبقى دي 10، واحنا قلنا دي 3 تبقى دي 6. آخر حاجة هو مديك السين ج كله ب12، طب أنا محتاج الحتة اللي تحت دي، يبقى الميم ج كنا قلنا بتاخد ايه؟ تلتين السين ج، تلتين يعني 2/3، يبقى 2/3 في 12 تطلع معاك ب8، أو اقسم من 12/3 تطلع ب4، يبقى دي ب4 ودي ب8. في الآخر تجمع بقى التلات أرقام دول على بعض، هجمع أقول له محيط المثلث هيساوي 6 زائد 8 زائد 10، يطلع ب24 سنتي. هو ده محيط المثلث اللي هو طالبه. طبعا سؤال اتكرر كتير في المسائل وسهل مفيهوش أي حاجة. السؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ مديك زاوية أ ب80 وزاوية ب ب60. طبعا أنا أقدر أجيب زاوية ج أطرح من 180 برضه، فأقول له 180 ناقص 80 و60، 80 و60 140، فأقول 180 ناقص 140 تطلع معاك 40. هو قال لك رتب تصاعديا، تصاعديا يعني من الصغير للكبير، فهاخد أصغر زاوية هي زاوية ج اللي أنا جبتها أصغر من زاوية ب أصغر من زاوية أ، لأن برتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير. زاوية أ دي الضلع اللي قدامها هو الألف ب الحرف الناقص، الب اللي قدامها هو الألف ج، الألف اللي قدامه هو الب ج، هو ده اللي هو عاوزه. اتفقنا؟ سهلة برضه إن شاء الله، واتكررت كتير في كل الامتحانات. لو أنت عندك مشاكل في المسائل دي يبقى روح ادفن نفسك بقى، بالذات المسألة دي يعني. هنا مديك إن دي ب30 وألف ج كله ب10 سنتي، عاوز محيط المثلث أ ب د اللي هو ده. طبعا عشان أجيب محيط المثلث لازم أجيب التلات أضلاع، فتعالى معايا بقى واحدة واحدة كده. زاوية ب ب90، زاوية ج ب30، ها قول بقى اللي أنت حافظه اللي هو إيه؟ إن الضلع المقابل للزاوية 30 لزاوية قياسها 30 بيساوي نص الوتر. فين بقى الضلع المقابل للزاوية 30؟ أهو الألف ب، يبقى الألف ب ده بيساوي نص الوتر ألف ب. طب ما الألف ج ب10 يبقى الألف ب ده ب5 سنتي، وده أول واحد. برضه في المثلث القائم الب ده اسمه متوسط، طب ما المتوسط بياخد نص الوتر، يبقى الب د هياخد نص الألف ج هو كمان. طب ما الألف ج ب10 يبقى الب ده هو كمان ب5 سنتي. كده بقى عندك الألف ب ب5 والب د ب5. آخر حاجة الألف ج كله ب10، طب ما يتقسم 5 و5، يعني أقدر أقول الألف د بيساوي الدال ج كل واحد منهم ب5 سنتي. في الآخر بقى عاوز محيط المثلث أ ب د، أجمع الخمسات الصغيرة اللي في المثلث ده اهو، 5 زائد 5 زائد 5 15 سنتيمتر، وخلصت على كده. ماشي السؤال الأخير 5 أ، ده برضه عشان في ناس كتير بتسيبه وبتخاف من السؤال، ولكن هو نفس الفكرة بتاعة السؤال ده اهو. ده لو انت كنت فهمت ده كويس صدقني اللي جاي ده برضه هيبقى تفهمه كويس او هيبقى بالنسبة لك سهل. طبعا انا هوصل من الدال للج اهو. بقى عندك مثلث أ د بيساوي الألف ج، فكده بقى فيه مثلث متساوي الساقين زاوية د بيساوي زاوية ج، حط عليهم نفس العلامة عشان ما ننساش. هو قالك اثبت إن زاوية ج كلها أكبر من زاوية ب. طب ما هي زاوية د اللي بره دي زاوية خارجة أكبر من زاوية ب وأكبر من زاوية ج، كده برضه يعني قياس زاوية أ د ج اللي هي زاوية د خارجة عن المثلث د ب ج، فكده أقدر أقول إن زاوية أ د ج ده اهي أكبر من قياس زاوية ب. طب ما هي زاوية د هي زاوية ج، فكده أقدر أقول إن زاوية ج هي كمان أكبر من زاوية ب. بس كده والله العظيم، عشان كده قلت لك إن هما الاتنين نفس الفكرة.
إن الدال والجيم نفس العلامة اهو عشان ده مثلث مستقيم. طب ما هي الدال أكبر من الب عشان دي زاوية خارج، يبقى الجيم هي كمان أكبر من الب عشان زاوية خارج. السؤال الأخير برضو اتكرر في امتحانات كتير، عاوز يجيب طول الألف ب وطول الألف د. طيب عندك ده مثلث مستقيم ألف ب بيساوي الألف ج، وألف د عمودي على الب ج، ده طبعا عمودي فبينصف القاعدة وبينصف إيه؟ يبقى إذا ده المنتصف الب ج عشان بينصف القاعدة وبينصف زاوية الرأس، يبقى دي في المنتصف. فكده الب د بيساوي الدال ج كل واحدة منهم بخمسة سنتي، 5 سنتي 5 سنتي. بعد كده انت عندك زاوية ألف ب30 والضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، هتكتبها بقى انت عشان انا كسلت اكتبها بصراحة. ماشي. فالضلع اللي قصاده هو الب د، فالب د هو نص الوتر ألف ب، دي 30 اهي، فالضلع اللي قصاده ياخد نص الوتر. طب ما ده ب5 يبقى الوتر هو كام بكام؟ ب10 ضعفه بقى، فياخد 10 سنتي، يبقى ده ب10 سنتي. طب لو انا عاوز اجيب الالف د من فيثاغورس بقى، ده ب5 وده ب10، اجيب الالف د من فيثاغورس هقول له جذر 10 تربيع ناقص 5 تربيع، يطلع 5 جذر 3 سنتيمتر. وده وبكده نكون وصلنا لآخر سؤال عندنا في الامتحان. طبعا الامتحان مفيهوش حاجة، ممكن يكون المسألتين اللي عملوا مشكلة هي المسألة دي والمسألة رقم 3، راجعهم كويس. ولو استفدت من الفيديو بقى متنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتدعي لنا دعوة حلوة كده، ونشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.